يعني يطلب او معظم الايام بياكلها، ففي يوم من الايام الخادم اللي عنده او الطاهي اللي عنده ما عملهاش بالطريقه اللي هو بيحبها، فحكم عليه حكم قاسي جدا. كان اسمها كفته الاول عادي بيسموها دي كفته داوود باشا، علشان الباشا اللي عدم الراجل عشان ما عملهاش زي ما هو عايز، فاشتغلت بقى بعد كده يعني زي ام علي. انتوا عارفين بقى قصه ام علي يعني. طبعا هي هنحتاج ان شاء الله لحمه مفرومه، ويعني ما تخليهاش تكون دهنيه قوي، يعني في حاجات بنحب فيها تكون دهنه كتير وفي حاجات لا. دي لقيتها بتتحط في الصلصه بعد كده، فلو هي دهنيه قوي وبعدين بتقلي في الزيت الاول، فلو هي دهنيه هتفكك منها، فما تكونش اللحمه فيها نسبه دهون عاليه. غير بقى ما اكون هعمل كفته مشويه وكده طبعا بنحط عليها حتى ليا وبنحط عليها لحمه ضاني وكده. تمام. هنحتاج بصل، دي البصل ما نحطوش مع اللحمه. تمام. هنحط بصل في الصلصه بتاعتها. هنحتاج توم، كزبره، ممكن الكزبره نحطها وما نحطهاش، يعني داوود باشا بتختلف، في ناس بتحطها وفي ناس ما بتحطهاش، بس انا بحس دايما ان الكزبره او الخضار بيرفع القيمه الغذائيه وبيخليها احسن شويه. هنحط حته فلفل حراق ده اختياري، اللي عايز يحط او ما يحطوش. تمام. انا جايبه توم مفروم عشان اعملها مع الصلصه، كمون وفلفل اسود وملح، شطه، ودي بهارات. انا مش بعمل اعلان بس بهارات الضحى بصراحه يعني من اعلى البهارات اللي ممكن تستعملها في اي حاجه، فراخ، لحمه، اي حاجه، وبتنقلها نقله تاني. شطه برده، بس الشطه دي برده اختياري، لو ما بنحبش الحاجه الحراقه خلاص. دقيق وطماطم. الطماطم دي معصوره، انا بعصر الطماطم نيه ومعاها 3 فصوص ثوم. يعني وانا بعصر الطماطم بحط عليها الثوم عشان تفضل دايما طعم الثوم الطازه كده واضح كده. تمام. هعمل اول حاجه هنجيب اللحمه، حته فلفل صغيره مش كتير طبعا عشان انا بس بدي نكهه الفلفل، مش عايزه انها تبقى حراقه او الشطه تغطي على طعم اللحمه خالص. مش عارفه ارقم. تمام. هنحط الثوم على اللحمه. هي المشكله لما بتتصل من الرقم الارضي ونيجي نتصل تاني ما بنجيش. ولو حد رد ما بنوصلش لحاجه. الصوت الارضي ده بشع يعني، عشان كده انا قلت اكلمكم على طول من تليفوني اسهل. تسلمي ربنا يخليكي. كنا بقدونس لا دي بقدونس. ما بعرفش. لا دي بقدونس. بصي دي ورقتها، دي هعرف من الريحه. الكزبره ورقتها مشرشره قوي، لكن الدوس هتلاقيهم 3 فروع كده. 3 فروع. والريحه كمان بتختلف في الكزبره. ريحته بتدي كده. هي انا اصلا حتى زي بصه الحاتي ما عندي بعملها بالكزبره، وبالذات بقى لو هتعمليها مع صينيه بطاطس. يعني جربوا اعملوا نفس الكفته اللي احنا هنعملها دلوقتي بالبطاطس بس بصينيه بطاطس. بتبقى حلوه. بطاطس وصلصه. انا بحطها هي في الاول برصها كده يعني دوائر كده صغيره من تحت، بعد كده بقى البطاطس اللي عليها، وفي كمان عارفين ان هي تبقى صف بس برضه حطي فيها البقدونس، جربيها مع البقدونس هتلاقي صينيه البطاطس مختلفه خالص يعني من غير بقدونس. هنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي حطينا الثوم، هنحط بقى سنه عسل. العسل مع اي كفته او حاجه زي كده بيديها نكهه حلوه ومش هيبان، ما تخافوش. ممكن تحطي معلقه يعني نص معلقه سكر ما عندكيش عسل. ينزل ربنا يهديك. تمام. العسل مع اللحمه بيدي طعم حلو قوي. الشوي كمان. بالذات في الشوي. هي معلقه صغيره بس. انا في البيت بستعمله في الفراخ بيستغربوا بس. لا ما بيحسوش بها لو لما ياكلوا يقولوا الله جميله. لما بياكلوها خلاص. مش لازم يعرفوا كل حاجه. هنحط شويه فلفل اسود. لا هتصدقيني هتلاقيها هتاخد تعودي على طعمه كده. نحط لها شويه ملح. بس عمرك ما كفته عسل. لا جربيها. وقلنا البهارات بقى اللي هي الجميله بتاعتها. بهارات هي بهارات الضحى لكل ممكن تستعمليها للفراخ لحمه. انا ما بصدقش في حكايه بهارات لحمه وبهارات فراخ ولا وبهارات انا سمك. بصراحه بحس ان هم بيضحكوا عليها. هي بهارات يعني هي شيليها مكونات بيبقى مكتوب هتلاقيهم 7 حاجات. طبعا احنا اتفقنا ان الاكل بيحب ايدينا تنزل فيه، وان احنا كل ما تخلطي بايدك كل ما بتطلعي طعم الحاجات اللي انت حطيتيها. في ممكن يبقى الصبح اكل مصري برضه؟ لا كان كشري بس كان الكوريين اللي لا والله عملوا كشري حلو. والله احنا اهو موجود اهو. لما تعملي بايدك بيطلع الثوم اللي انت حاططيه، العصاره والنكهه بتاعت الكزبره اللي انت حاطه، لكن نظام المعلقه ده وياي لا
حطي ايدك في الاكل وطلعي حبك للاكل اللي انت بتعمليه، مفيش مشكله. تمام؟ ده دقيق. بعد ما تكوريها نعمل بقى الكور بقى. واللي عنده اولاد صغيرين يكوروا. خليها كده شويه كبيره شويه، لانها لما بتتحمر هتقل. هتقل زي عم ايه. انا بعمل اللي هي المكرونه الميت بولز بنفس الطريقه، بس بحط جواها جبنه. هتحطي كده جوه الكوره. تمام. بعدين احط في الدقيق كده برضه بتحطي عشان بس تخفف المكونات اللي احنا حطيناها كده بالظبط. تحطي عسل وثوم. لا العسل بس هو اللي انا ما بحطوش، انا بحط العسل بعدين بقى وانا بعمل مثلا البصل اللي هو بتاع الصلصه احط شويه عسل في الصلصه. وبعد كده تكسري طعم الطماطم. بس انا بحب احط على طول، ببقى خايفه انها تفك مني عشان كده بحطها في الدقيق. دي بيخلي الدهون فيها قليله ما تخليش. يعني الدهون اللي تخليها تفك عشان ما تسيح. بعدين في ناس بيحطوا بيضه وانا مش مقتنعه، طالما عاملها بصلصه مش مقتنعه بموضوع البيضه خالص. هي الثانيه اللي هي بتاعت المكرونه اللي بحط عليها بيض وبقسماط. لا بصراحه مش هحطها بصلصه ماشي. لكن لو هتحط بصلصه يعني انا ما ارجحش ان حد يحط بيض بصراحه. هو البيض بينفشها من جوه وكل حاجه، لكن هي اساسا بتستوي في الصلصه. انا مش عايزه هدف انها تتنفخ وتستوي في الزيت، انا هدفي انها تستوي في الصلصه وتشرب طعم الصلصه. بتاعتها اللي هو الهيد بتاعتها الناحيه الثانيه بقطعها منها. بصي ما تقلقيش بس كده عشان تستوي. يعني مقلي البط اللي هو الرز. هو اصلا بيبقى رز المستوي مسلوق اصلا؟ رز المستوي مسلوق احنا عملناه المره اللي فاتت. احنا لا عملنا احنا البطيخ. انا مش بقلي اللي عملته مش بقلي الكفته قد ما انا عايزاها. بس المشكله الفلفل بحسه قبل ما البصل بيستوي بيكون هو. لا بس في الاخر نزله في الاخر. ما تحمليش البصل. لا نحطه مع بعض بس ما تحمليش البصل يعني بتطلعها عيني. ايوه هو بس اهي. انا عندي واحده ساعات بتقول لي عرفت شطوره بطلتها دايما بامبي. لا اصل لما بيغمق بيدي طعم وحش اصلا. اكيد في اكلات بتحتاج ان هو يغمق زي الكشري مثلا. احنا حمرناها صح يعني. او اللي هو الصياديه. ده مثلا لازم تخليه يجيب اخره. انا ما بكونش قادره استنى احط عليه معلقه سكر مع البصل عشان يغمق بسرعه. بعدين شويه الدقيق اللي احنا حطيناه مع الوش حموا الخضار اللي احنا حطيناه. شايفين ان لسه خضرا، لو ما كنتش حطيتي دقيق كان هيتحرق. فاللي عمل زي طبقه حمت الخضار. وبيتقل الصوص. بيتقل الصوص. حط شويه زيت بقى. معايا شويه اللي احنا قطعناه. الشطه برضه اختياري. هنحط بقى توم مفروم معاها. اي صلصه دايما نحط لها شويه توم. عايزين كشري وعايزين محشي وطعميه. اللي هم حافظين كل حاجه. احنا بنتاثر في كوريا برضه. مش كوريا بس اللي بتتاثر في الاكلات المشهوره. المحشي والكشري. طالبين محشي كرنب وورق عنب. مش عارفه. عايزين يجربوا ده كله. فطار مثلا وده غدا. ما كانت في منافسه اساسا. مجرد ما تشمي ريحه التوم كفايه. حطي شويه شطه لو انت عايزه. دايما تحميل الشطه مع الحاجات دي بيدي نكهه، بيفرق كتير قوي غير لما تحطي الشطه كده. بسم الله. انا عامله لكم سلطه ريحه التوم بعد.
شايفه ريحه التوم هيجوا لك دلوقتي كلهم من بره عايزين بتاع الكشري. صلصه الكشري بقى فكرونا بس من غير البصل. لا صلصه الكشري بقى توم كتير، يعني حطي توم متوصل تمام. وبعد كده تحمري معاها الشطه زي ما احنا عملنا كده وتحطي الخل. ده كده مديه على لما الخل عملتي كله بقى، يعني عملتي الخل والثوم بدل ما تعملي صلصه وشطه اللي هي لوحدها. عشان دي بقى الريحه. الخل. ايوه بعد ما الخل يعني يدخل سنه دقيقه كده تروحي حاطه بقى الطماطم تمام. نخليها بقى نحط لها شويه فلفل اسود صغيرين. الفلفل الاسود في دي غير بتاعت المكرونه، ما نحطش فيها ليه؟ دي عشان هي فيها لحمه فلازم احط فيها فلفل اسود تمام. طبعا الكمون النص بتاعنا لازم وطبعا طول الوقت انت بتدوقي، يعني انت بتشوفي انت عملتي ايه، عايزه حاجه مش عايزه حاجه. ما تحطيش هي من غير ما تغلي، لازم تغلي الاول وبعدين تحطي لان الحاجه دي هتتفكك فيها، لكن هتفضل ماسكه نفسها لو هي غليت الاول وبعدين حطيتي فيها اتفضلوا عملوها. هحط الكفته في الصلصه عشان الصلصه غليت، مش عايزاها تتسبك طبعا، انا عايزه الكفته تستوي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انا حطيت الكفته بس. عليكي حبيبي انا اسفه حقك عليا حقك. ثانيه واحده. نهدي بقى النار عليها عشان قبل الطماطم ما تتسبك. الكفته استوت ربنا كرمنا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تاكليها بقى مع رز، ممكن تاكليها مع مكرونه. لو هتاكليها مع مكرونه تقلي الصلصه شويه، مع الرز كده حلو قوي. بسم الله. انا عملت لها الحفره تقعد فيها. كفته داوود باشا مع الرز.